السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتشرفني بأنها بتشوف الفيديوهات وبتدعمني دايما بلايك واشتراك. النهاردة هنتكلم عن مدرب المغرب الرجراجي وكيف أو إزاي يعني تم إعداده. من 2010 الرجراجي بطل كورة في فرنسا، اعتزل. مفيش حاجة بتيجي بالصدفة، الناس كانت شغالة عليه. أول ما اعتزل جابوه مساعد في منتخب المغرب. قالوا له انت مهمتك او وظيفتك انك تتفرج على الدوري المغربي وتقول لنا ايه العناصر المميزة وايه اللي احنا عايزين نحسنه وايه اللي احنا عايزين نطوره. قضى العقد بتاعه. بعد ما العقد بتاعه انتهى او في خلال تعاقده قال لهم انا عندي مشكلة ان الدوري المغربي كله او معظم المدربين بيلعبوا لعب دفاعي اكتر منه هجومي، وده مش هيتفق مع سياستنا اللي احنا عايزينها في المستقبل او مع الاداء اللي احنا عايزين نعمله لمنتخب المغرب. قال له طيب في اكاديمية اسمها اكاديمية محمد السادس، ركز عليها، شوف اللعيبة اللي انت عايزها وننشئها زي ما انت عايز فيها ونعمل اللي انت عايزه، وده هيكون مشروع بعد كده لمستقبل الكرة المغربية. وبالفعل اشتغل على اكاديمية محمد السادس وشاف بعض اللعيبة وراحوا الأكاديمية وتم إعدادهم. بعد كده يروح الدوري المغربي، يمسك الفتح الرباطي، يحقق معاه إنجازات وبطولات. بعد كده الوداد ياخد معاهم في سنة واحدة الدوري المغربي وياخد بطولة أفريقيا من النادي الأهلي. يصعد مدربهم خليلو وحيد خليلوفيتش، يصعد بيهم لكأس العالم، بس أوضة اللبس مش متظبطة معاه، في عنده مشاكل مع زياش، في عنده مشاكل مع لعيبة تانية. يخلوا الرجراجي ياخد دورة تدريبية تخليه يدرب في أي نادي في العالم، وبعد كده يقولوله انت هتيجي مكان وحيد خليلوفيتش. اتكلم مع اللعيبة، يصلح الأمور، بدأ يسافر للعيبة ويلم الأمور ويلم أوضة اللبس. وكم من نجوم المنتخب اللي كسروا الدنيا في كأس العالم لعيبة من أكاديمية محمد السادس بالفعل، منهم نص الملعب رقم 8 اللي مدرب أسبانيا اتكلم عليه، ومنهم المهاجم اللي طلع جاب الكرة الجون التاريخي بتاع المغرب، ده من أكاديمية محمد السادس. يعني الموضوع مش وليد الصدفة أو مش وليد اللحظة، الموضوع تم العمل عليه من أكتر من 12 سنة، وفي الآخر بيجنوا ثماره إن هما بيبهروا العالم وبيبهروا أفريقيا وبيبهروا الوطن العربي. ألف مبروك للإنجاز اللي المغرب عملته، وإن شاء الله من نجاح لنجاح واللي جاي أحسن. نتمنى إن احنا نتعلم حاجة منهم ونتعلم الدرس ونحاول نبقى زيهم. مش عيب إنك تحاول تتعلم وإنك تطور من نفسك وتشتغل على نفسك. أما بالنسبة للمحلي أو الصعيد المحلي، ميدو بيقول لمحمود علاء أو بيوجه رسالة للعيبة اللي بتاخد 15 مليون وزعلانين عشان الجمهور بيهاجمها، بيقول له دي مش ضغوطات. الضغوطات هي انك ما تبقاش لاقي تأكل عيالك، او ابوك وامك عيانين ومش عارف تعالجهم عشان معكش فلوس، انما انك تاخد 15 مليون في السنة وزعلان عشان الجمهور بيهاجمك، دي اسمها علوية. كتب كده حرفيا على تويتر، هتلاقوا التويتر على صفحتي انا منزلة. اما بالنسبة لنادي الزمالك فمرتضى منصور طلع واكد اللي قاله من خلال تصريحات اخو زكريا الوردي. رد على شوبير وقال له شوبير انت بتكدبني. طب ادي اخو زكريا الوردي طلع وقال ان هو مشي لانه بيتعرض للتنمر، بيتعرض للهجوم، وان هو عنده غربة وما يقدرش يطلع برا المغرب او يعيش برا المغرب. وقال لشوبير كفاية كذب وكفاية اشاعات على نادي الزمالك. اما بالنسبة للرواتب فهو اتصرف فيها وقال لو السما اتطبقت على الارض انا مش هعمل 3 حاجات: مش هعتذر للخطيب، مش همضي عقد الرعاية، تالت حاجة مش هقسط غرامة كهرباء، وهتصرف في الرواتب وهتصرف في المستحقات عشان احنا بنمسك التراب نحوله ألماس. الزمالك هيلاعب البنك الأهلي النهاردة الساعة 5 بتوقيت مصر. كل التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله الدوري زملكاوي للمرة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن.